كنت حكيت لك في الفيديو اللي فات ان علاء الدين في القصه الاصليه كان شخص قذر وكسول، وكان فاشل لدرجه ان ابوه مات بقهرته عليه، وعلاء الدين وقع تحت وفضل محبوس جوه المغاره لان عمه قبل ما يمشي جاب التراب السحري اللي كان معاه وحدفه على الباب واخفاه تاني. ولما حس ان خلاص نهايته قربت وان مفيش مجال للخروج، قرر ان هو يعمل ايدين الاتنين كده ويدعي لربنا. واللي حصل ان هو حك الخاتم اللي في ايده اللي عمه اداهوله بالغلط، وفجاه طلع له منه جني وقال له امرني، عايزني احقق لك ايه؟ علاء الدين بيتمنى ان هو يرجع للبيت، واول حاجه بيفكر فيها وهو هناك زي اي شاب ان هو عايز ياكل. فبيقول لامه تحضر له العشاء، ولكن بتقول له يا ابني احنا ما عندناش عشاء اصلا. فبيقول لامه خد المصباح ده وروح السوق بيعيه وهات لنا اكل. فامه لما بتاخد المصباح وبتبتدي انها تنضفه عشان تروح تبيعه، فجاه بيطلع لها منه جني، ده غير الجني اللي كان موجود في الخاتم وهفهمك الفرق بعدين. الجني بيقول لها امري. فهنا علاء الدين كان اصلا اتعامل مع الجني اللي كان موجود في الخاتم اللي معاه، فهو فاهم الجني ده بيعمل ايه، فطلب منه ان هو يجيب لهم عشاء. فعلا جاب لهم عشاء موجود على اطباق فضيه وذهب، فاخدوا الاطباق ديت وباعوها وعاشوا بفلوسها كذا يوم. وبعد فتره علاء الدين وامه بيهاجروا وبيروحوا يعيشوا هناك في الصين، والمكان ده كان بيحكمه امبراطور عنده بنت جميله، وفي القصه الاصليه كان اسمها بدر البدور مش ياسمين. بينتشر بقى خبر بعدها ان الامبراطور خلى الحراس ينتشروا ويمنعوا اي حد ان هو يطلع من بيته النهارده، وده لان الاميره رايحه الحمام البلد يستحمى وهو عاوز يحافظ على الخصوصيه بتاعتها. فعلاء الدين لما بيسمع بالكلام ده بيبقى هيموت ويشوف الاميره، وفعلا بيقدر ان هو يتسلل ويروح على حمام الستات وبيخش هناك ويبص. ولما بيشوف الاميره بيقع في حبها من كتر جمالها، وبيتمنى من الجن ان هو يجيب له شويه مجوهرات، وامه بتاخدها وتروح للسلطان عشان تطلب ايد الاميره. السلطان فعلا لما بيشوف المجوهرات بيتفاجئ من حجمها وشكلها، ولكنه بيسال المستشار بتاعه الاول عن رايه نعمل ايه. قال له لا، احنا نديله مهله 3 شهور عشان يقدر ان هو يجيب للاميره مجوهرات وكنوز احسن من دي. وده بقى ليه؟ لان اصلا المستشار في المده دي هيحاول ان هو يخلي ابنه اللي هو عايز يجوزه للاميره يجيب لها هديه احسن من المجوهرات اللي جابتها لهم ام علاء الدين دلوقتي. خطه المستشار فعلا بتنجح وبيقدر ان هو يجوزها لابنه. وفي يوم فرحها بقى علاء الدين لما بيسمع انها هتتجوز بيطلب من الجن ان هو يخطف الاميره وجوزها ويجيبهم عنده في البيت، وبعدين طلب منه ان هو يحبس جوزها بره البيت وعلاء الدين هو اللي بيقضي الليله جنبها. الاميره كانت بتقول ان دي اسوأ ليله قضتها في حياتها. تاني يوم الصبح لما صحيت لقيت ان هي موجوده جنب جوزها عادي جدا وفي القصر بتاعها. جريت بسرعه عشان تحكي لامها، وامها قالت لها يا بنتي ما تقلقيش ده مجرد حلم. ولكن تاني وتالت يوم الموضوع كان برضه عمال بيتكرر، وبقوا كل يوم بيعيشوا صدمه اسوأ من اللي قبلها. فراحت الاميره لابوها وقالت له انا مش قادره اكمل في الجوازه دي ولازم اتطلق منه. فالسلطان ساعتها هددها انه هيقطع رقبتها، ولكن اللي حصل ان ابن المستشار اللي هو جوزها راح برضه واشتكى لابوه، والاتنين في الاخر بينفصلوا. وبيروح بعدها علاء الدين ويخلي امه تطلب ايديها تاني، ولكن المره دي هي جايه معهاش اي كنوز زي المره الاولانيه. فساعتها الملك بيقول للمستشار بتاعه ها نعمل ايه المره دي؟ قال له احنا نطلب منه طلب صعب جدا. وفعلا السلطان بيطلب منها ان علاء الدين لازم يجيب له 40 حوض مليانين ذهب شايلهم 40 عبد اسود وبيقودهم 40 عبد ابيض ويكونوا لابسين ملابس فاخره. اللي حصل ان علاء الدين طبعا بكل سهوله طلب من الجن يحقق له الطلب، والجن حققه. ساعتها السلطان انبهر جدا وقرر ان هو هيقابل علاء الدين بنفسه. علاء الدين بقى راح ومعاه خدم وحشم وجيش كبير جدا، ومعاه عملات ذهبيه عمال يرميها ويوزعها على الناس. ده المشهد اللي هم استوحوا منه المشهد بتاع الامير علي في الفيلم. السلطان فعلا بيرضى بيه وبيجوز له الاميره، وعلاء الدين من بعدها بيتشهر جدا لانه بقى واحد من الاثرياء الموجودين هناك، وكان سخي جدا مع الناس، وكمان اتجوز بنت السلطان. علاء الدين شهرته بدات انها تنتشر في كل مكان حواليهم، لدرجه انها وصلت للراجل اللي هو كان منتهى شخصيه عمه، واللي احنا بنعرف ان هو ساحر افريقي وبيتعامل تقريبا مع كل انواع الشعوذه والسحر الاسود. ساعتها بقى الساحر بيقرر ان هو هيروح ويسترد المصباح منه. بدا يدرس الموضوع وعرف ان علاء الدين النهارده هيكون خارج في رحله صيد، ومش هيكون في غير الاميره بس موجوده في القصر، وغالبا المصباح معاها. فهو بيعمل نفسه ان هو تاجر مصابيح، بيديك المصابيح الجديده وبياخد المصباح القديم اللي عندك. وفعلا بيروح لها وبيعرض عليها المصابيح اللي معاه، وهي بتقرر انها تديله المصباح بتاع جوزها اللي هي ما تعرفش ان هو جواه جني. وفعلا هو بياخده منها، وبعدين بيتمنى ان هو يخطفها هي والقصر كله وينقلهم لمكان موجود في افريقيا مجهول في الصحراء. وده لان السحر هو كمان كان عينه من الاميره وعجبته. علاء الدين طبعا لما رجع من رحله الصيد لا لقى الاميره ولا لقى القصر بتاعه. الناس كلها كانت مستغربه وكله كان مفكر ان علاء الدين ساحر او مشعوذ، وفي الوقت ده السحرة او المشعوذين كان بيتحكم عليهم بالاعدام. السلطان طبعا اتجن وقال له انت لو ما رجعتش بنتي انا هنفذ عليك حكم الاعدام. علاء الدين بيطلب منه ان هو يديله مهله، وفعلا السلطان بيرضى وبيديله 40 يوم يلاقي خلالهم الاميره والا هيجيب رقبته. ايه بقى اللي هيحصل؟ ليه بقى الساحر خطف القصر والاميره؟ وهل علاء الدين هيقدر ان هو يسترد المصباح ولا الامبراطور هيطير رقبته؟ ده بقى اللي انا هحكيه لك في الحلقه الجايه. فما تنساش تعمل فولو ولايك، ورمضان كريم عليكم. معاكم محمود زايد، سلام.